عائلتي انعزلت من عندي. بعد احنا من الكوت هنا انحبسنا بالفلاحية، مركز الفلاحية، هم قريب شهر إلا كم يوم. وبعدين طبعا مو بس من الكوت، شيخ سعد، علي الغربي، حي، بدرة، جصان، التموا الشباب، بس الشباب ها كنا بهذا السجن. وسفرونا من السجن قبل لأبو غريب، من أبو غريب حولونا قلت لك الأمن العامة. بأمن العامة قاموا يجرون الشباب، أول واحد أنا جرون، تعال. رحت وياهم الفد غرفة، قال إحنا نعطيك اسامي جماعة يلتقون بيك بإيران وتشتغلون ويانا وتشتغل وياهم وتردون احنا نعطيكم. أنا شاب يعني مو كبير كلش، شاب صغير، ما أتذكر ذاك الوقت عمري ايش قد. إيه قلت له والله أنا ما أعرف هاي الشغلة وما أدبرها وهذه. ضربني راشدي وشلاق، قال يلا برا. طلع جابوا واحد لاخ هم أعرفه أنا ويانا هسه هم بالعراق، همينا كتلوه خطية وطردوه. 3-4 نفرات إيه سووا ما اشتغلوا يعني وياهم. وقلت لك وصلنا لإيران، كان اكو جامع كبير بالحدود، لمونا بالجامع وكتبوا اسامينا. اي ومن بعدها ركبونا بسيارات وودونا الاصفهان، السياره ليله بيوم الدقبينه ودونا الاصفهان مخيمات. بقينا بالمخيمات، يعني يا هو عندك عرف من المسثرين القدماء يجي يكفلك بجنسيته. فاحنا اكو ولد كان يشتغل ويانا قبلا، اخواني جابوه وكفلنا وطلعنا ويلا التقينا بخواتنا.